ذكر الاستاذ فارس انه الاجور $400 مو ذكرت؟ عندنا الان مخرج ب 10 ملايين دا يشتغل، وعندنا ب 10 ملايين، وعندنا كاتب ب 8 ملايين، العقد عندي. اقول دا احكي لك عراقي. المساله مو مساله اجور ابدا، مساله انه انت ترخص نفسك وترخص ناسك وياك. يعني انا من يجي طلبت $1500 على الحلقه، يقول لي صار قابلته تشكوك؟ يعني هي تشكوك، تقبل ما تقبل طق راسك بالحال. بس اريد اناقش موضوع واحد. القنوات الفضائيه عندهم اجندات. اجتمعت هاي الاجندات لتخريب الذوق العراقي، لتخريب العائله العراقيه. من يروحون يترجمون او يحولون المسلسل التركي الى عراقي انا اقبل به، ماشي. بس على شرط لا تجي انت تبيح محذورات. لا تبيح محذورات، وذكر الدكتور انه الفحص وين؟ لجان الفحص وين؟ ماكو فحص ابدا. راسا الكلمه من الكاتب الى الشاشه. هذا هو المطلوب بالنسبه للقنوات. لما تجي انت بنيه تجيب صديقه للبيت، بيتهم، وتقول للابو هذا صديقي، او ولد يقول للابو انا لازم اتزوج، غصبا عليكم اتزوج صديقي، اتزوج صديقي. يعني هذه وين من القيم العراقيه؟ وين من القيم العربيه؟ وين من القيم الانسانيه؟ اذا القضيه مو قضيه فن، ما لازم فن ولا تكنيك ولا بناء ولا ابد ولا ابد. بس الموضوع كله نختصره، هذه الفضائيات كلها مشتركه ان تخرب العائله العراقيه. يراويك صوره حتى تصير هذه الصوره في مخيله المشاهد، في مخيله الشاب انه مقبوله بالمستقبل انه انا اسويها. واكثر جرائم تصير من خلال الدراما. الدراما احنا نعرف كل زين، الدراما درس تربوي مؤثر بالشارع العراقي. اي قضيه تطلع بالدراما ثاني يوم بالجامعات بالمدارس يتناولوها ويحكوها. فلذلك انا احكي بهذا الموضوع، اهم موضوع من هذه المواضيع، مثل ما صارت بالسوشيال ميديا الان صار السجون وصارت محاكم عليها الان، وكتبت انا عده مرات وحكيت عده مرات، المفروض هذول كلهم يتحاسبون. اي مدير قناه، اي كاتب يروج لهذا الموضوع، اي مخرج يروج لهذا الموضوع، اي كاتب يروج لهذا الموضوع يحاكم مثل ما تحاكم فهد. هذا الموضوع احنا كدراميين، انا واحد من الناس يعني ادعو له، لانه تقريبا بالذائقه. اما يجيب لك انت من طلعه المسلسل ديره على غير مسلسل. شنو هالمنطق هذا؟ وين اكو منطق؟ انت تجيني للبيت تجيب لي بضاعه وانا امن بيك، تجي انت تغشني وتقول لي ها والله رجعها. فلذلك احنا ايضا نطالب وزاره الداخليه ان تخلي معايير وتخلي لجان تراقب هذه المسلسلات، واي كلمه خادشه واي حركه خادشه واي موضوع انه يحاسب مثل ما يحاسبون السوشيال ميديا. وشكرا جزيلا. الف شكر. مساكم العافيه. شكرا جزيلا لاتحاد الادباء اللي اتاح لنا فرصه نلتقي مع بعضنا ونتبادل الافكار ونتحدث ونتحاور ونذكر بعضنا بتاريخ جميل. يقول محمد علي الخفاجي شاعر كربلاء الجميل رحمه الله عليه: سيري على الماء، سيري على الماء أو سيري على حد السيف. وهي عبارة بليغة من قصيدة. أن تسير على الماء، كيف تسير على الماء؟ هو أن تسير على حد السيف، كيف تسير على حد السيف وهو جارح؟ هكذا كانوا الفنانين العراقيين في زمن جميل، في زمن لم يتلوث فيه الإنسان العراقي بعد، في زمن كان الإنسان فيه العراقي إنسان عراقي منتمي للأرض العراقية، لم تلوثه الأفكار الجديدة وانفتاح السماوات السبع عليه والستلايتات والموبايلات وكل ما جاءنا مع الغزو الأمريكي. كانت الروح عراقية صبورة قادرة على الاحتمال والتحمل. المسرح العسكري لم يأتي كون مسرح عسكري وكان الشعب العراقي كله ضد هاي العسكر تارك مع بدء الحروب العبثية اللي خاضوها أبنائنا وأولادنا واللي خاضها شعبنا بكامل. المرأة أيضا كانت تقاتل وهي في البيت. القتال ليس فقط على الجبهات، القتال كان أيضا في العائلة العراقية. كيف تحفظ المرأة العراقية هذا البيت، هاي الأسرة من الشتات الحين ما يجي صاحب الأسرة وصاحب البيت.
كان لي شرف أن ألتقي مع أخي وزميلي طه علوان في معهد الفنون الجميلة دراسات المسائية. عندما افتتح المعهد أبوابه بعد فترة انقطاع فقدمت أوراقي وقدم أوراقه وقدموا آخرين أوراقهم. وأذكر في الاختبار كان هناك اختبار للطاقات، رغم أن احنا كنا نمثل التلفزيون يعرفونا، لكن الأساتذة اختبرونا. أذكر الراحل الكبير عبد المنعم الخطاوي كان موجود باللجنة، والراحل فاضل القزاز الله يرحمه، واستاذ جابر الله يديه الصحة، كانوا هذول الموجودين حتى يختبرونا احنا. فعلا جينا امام اساتذه اجلاء واختبرونا. نحن من خضع للاختبار وليس القائمه التي جاءت من رئاسه الجمهوريه باسماء معينه، نحن خضعنا الاختبار، انا وانت وانتصار جمال وسهر عويد وبعد اسماء وصباح، خضعنا الاختبار وتم قبولنا ونشرت الاسماء القبول لهؤلاء الطلبه. اذكر عندنا درس اسمه الابتكار والصامت، فقال لي الاستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن الله يذكره بالخير، قال لي ايش حتقدموا للاستاذ طه ويكون وياي زميلي حتى نقدم انا وياه مشهد. فرحت على طه علوان قلت له طه ما حضر القاء، قلت له طه تعال نقعد عندك هناك بالغرفه نتمرن. قال لي ايش نتمرن بالغرفه؟ قلت له خايف نتمرن انا وياك على مشهد ايش بدك؟ عايني هيك، قال ليش اقعد بالغرفه نتمرن؟ قلت له ايش حسب هاكلك هذا؟ قلت تعال خلينا نتمرن يا اخوي. رحنا انا وياه تمرنا على مشهد صامت جميل جدا. امرأة تدخل المحل حتى يعني تختار حذاء، وهو كل ساعة جايب لها العفو حذاء ويجيب لها حذاء وتلبس الأحذية وتعوف الأحذية، وبعد يجيبها آخر شيء تقول له هذا الحذاء عجبني وتاخذه وتطلع به، يطلع هو نفسه حذاءها اللي كانت لابسه. فكانت هاي شغلة كوميدية لطيفة اشتغلناها أنا وأستاذ طه علوان. الحديث عن طه علوان لا يعني أن نتحدث عنه كفنان ملتزم وصاحب قدرة وصاحب طاقة، لأن هاي هو أنا شهادتي مجروحة به، هو فعلا أثبتها خلال هاي المسيرة الطويلة من عمره المديد والمبارك في أعمال كثيرة، في الإذاعة التقينا سويتنا، في التلفزيون التقينا في أعمال كثيرة، والتقينا في المسرح أنا معه. لكن أنا أتكلم على جانب عندي الفنان، الجانب المضيء الذي لم يتلوث. كم مضى على معرفتنا أستاذ طه؟ سنوات طويلة. لم يتغير طه علوان، لم يتبدل طه علوان، لم يلبس لبوسا جديدا طه علوان، لم يصبح ثريا على غفلة من الزمن طه علوان. بقى هو الفنان الكادح اللي يدور دوره ويروح ويشتغل ويهتم بعمله ويحترم عمله ويحترم الفن كفنان، لأن الفنان هو ليس ملك نفسه، الفنان ملك الناس، ملك مجتمعه واهله وناسه. الفنان هو القدوه النموذج. لما انا اتحدث عن القيم واتحدث عن الوطنيه، علي اولا ان اكون انا من يتشح بهذا الوشاح وان يرتدي يتماهى معه، يتماهى وليس تقوى يحفظها ويرددها. فطه علوان مسيره جاده ملتزمه وطنيه. وعندما قلت سيري على الماء، هي محنة الملتزمين العراقيين الذين كانوا وما زالوا انتمائهم أولا وأخيرا للأرض العراقية وليس أي حزب أو كتلة سياسية، فكان هو من هذا النوع. سيري على الماء أو سيري على حد السيف، ما زلنا حتى هذه اللحظة نسير على حد السيف. يمكن تألمنا، يمكن انجرحنا، يمكن مرت علينا ظروف، كثير من حقنا راح والبخس، وكثير من حقنا يعني الوكل وحيف وقع علينا كبير، وافتراءات وقعت علينا كبيرة، وهناك من حاول إزاحتنا بشتى التهم لكي حتى يزيح أو يصفي أو ينتهي من هذه الأزمة اللي هي بعدها فاعلة ومهمة. لكن مع ذلك أعتقد المسيرة بعدها، وأتمنى لأخويا طه العمر بالصحة والسلامة حتى يبدع، حتى يقدم، لأن إحنا الآن أمام موجة خطيرة قال عليها الدكتور علي. لماذا الفنان العراقي الآن قاعد البيت؟ لماذا المخرجين هم كلهم لبنانيين لو سوريين؟ ليش النصوص مسطحة؟ ليش البيئة العراقية مشوهة ومهجنة؟ وين الدولة العراقية؟ وين وزارة الثقافة العراقية؟ وين مجلس النواب؟ وين مجلس الوزراء؟ ألا يرون أن هناك من يعمل
على تهديم وتهشيم القيم العراقية والمجتمع العراقي؟ ألا يرون أن هذه الفضائيات تتلاعب بنا، تتلاعب بتاريخنا، بإرثنا، بحضارتنا؟ ايش بينا ساكتين؟ ايش بينا خايفين؟ شكرا لكم. أصدقائي الأعزاء، أسعدكم مساء، وطاب هذا الاحتفاء بالنجم اللامع والفنان الكبير طه علوان الذي طالما أمتعنا وكان عنوان الفنان الملتزم الذي يدرك أهمية الرسالة الثقافية بوصفها فناً إنسانياً وفناً أخلاقياً وفناً جمالياً، وحين يحتفي به الأصدقاء هذا دليل على المسؤولية أولاً، ودليل على التواصل، ودليل على أننا معاً نصنع فضاءً ثقافياً نأمل أن يكون فاعلاً وحقيقياً في التأثير على صناعة الجمال الوطني، لأننا لا نتحرك في فراغ ولا نلقي الرسائل على عواهنها. نحن نتحدث، نتواصل، نتفاعل مع جمهور، مع بلاد تحتاج إلى النهضة الحقيقية، وهذه النهضة لا يصنعها السياسيون ولا يصنعها الاقتصاديون ولا يصنعها الأمنيون بقدر ما يكون المثقف فيها هو الروح المتوهجة، هو القوة العميقة التي تهيئ بالذات لكي تتقبل فعل التواصل. كل الكون ما صنعت حضاراته إلا هذه الفعاليات الكبرى، الفلسفة، الفنون، حتى الحداثة. حينما نتحدث عن الحداثة نتحدث عن الحداثة بوصفها فناً وإنجازاً وعمرانا وقيما وإلى آخره. الحداثة ارتبطت بالفلسفات. العراق، حينما نتحدث عن العراق في مرحلة التنوير الأولى التي بدأت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، من نهض بما يسمى بمفهوم التحديث والحداثة والإصلاح والتنوير هم المثقفون، لا سيما الذين عملوا في المسرح. يعني المسرح العراقي واحد من أهم المداميك التي تأسست عليها هذه المفاهيم، وفيما بعد السينما دخلت المجالات المعرفية. فاليوم حينما نحتفي بطه علوان، وكما قلت تعبير عن المسؤولية، تعبير عن التواصل، تعبير على أن هذا المكان الذي ترتقون به هو ليس مكانا فيه خصخصة ثقافية. نحن الآن نتحدث عن عمومية ثقافية. صحيح أن هناك نخبوية، لكن هذه النخبوية في لحظة تاريخية ينبغي أن تتحول إلى قيادة فاعلة، يمكن أن تدير المجتمع، يمكن أن تكون في الريادة، يمكن أن تكون بالقدمات الأمامية، حتى يمكن أن تعيد ترتيب وتأهيل البيت العراقي بكامله. أكرر امتناني للدكتور علي والأستاذ طه ولكل المعية، والدكتور صادق الصحان أيضا الذي هو يتسنى مسؤولية هذا الملتقى، ونأمل أن تتواصلوا هكذا. يعني البيت هذا بيتكم، ونأمل أن تتواصلون. ليس فقط، احنا لا نريد أن نحتفي فقط احتفاء، وإنما ينبغي أن يكون هذا الاحتفاء وهذا اللقاء هو محرك مشجع على صناعة أسئلة جديدة، حتى يمكن أن يوصل الصوت إلى صناع القرار السياسي، لأنه البلد ما عاد يحتمل هذه القطاع. ينبغي لنا أن يكون التواصل حقيقي والمسؤولية حقيقية والصوت عالي، لكن الصوت المعزز بالوعي، المعزز بالمسؤولية. نحن لا نريد أن نصرخ، وإنما نريد أن نحتج
الاحتجاج بوصفه قيمة ثقافية وقيمة نقدية ينبغي أن يكون ضمن سياق، ضمن آلية، ضمن إطار، حتى يمكن أن يكون فاعل، وهكذا يكون التأسيس. وليأتي مرة أخرى بالنجاح للجميع، الأساتذة والعمر المديد والعافية والسلام والأمان لأستاذنا طه علوان. شكرا. واللمة الحلوة دي. أنا ما شفت إلا الثلاث الأفلام الأخيرة، بس أنا اللي لفت نظري فيلم الكفالة. يعني هذا فيلم كلش راقي، والمفروض عليه يعني شو نسميه حملة من هذا الجانب، لأن نشوف إحنا شارعنا مليان من هذه الأشياء. أنا صارت أنا صارت عندي هاي الحالة، أنا ما كنت أعرف شنو كفالة اليتيم صراحة، بس زرت تركيا وإيران ويعني بعض الدول الجوار بعد السقوط، فشفت أكو صناديق الرايح والجاي ينزل بيها، بعدين تتجمع ويسوون فد احتفالية بدون إحراج، اكو يتيم هذا اكو استمارة ويوفروا له اللي يحتاجه، حتى الشباب يعني إذا خريجين أو ما عنده قصد يدفع. ففعلت هذا فيلم وثائقي بسيط عن ثقافة الصدقة، وهي يعني يقول الصدقة الرسول أوصى بيها. اللي موجود يعني شفته بالفيلم أنه تحدثتوا عنه، بس ما ذكرتوا أنه أنتم تناولتوا كفالة اليتيم. فيلم كفالة يعني شنو؟ كافلني بسيارة، كافلني بسلفة، المفروض يعني صفة شيء يعني يمس اليتيم أو المحتاج. فهو الفيلم كلش راقي وأحسنتم على هذا التمثيل، وحتى الفيلم اللي قبله آدم، لأن إحنا صارت عندنا بداخلنا إرهاصات كثيرة يعني خلتنا صراحة نطلع عن طارنا. وهاي اللي شفناها مظاهرات تشرين ترى كلها ضغوط داخلية، لأن مرينا بأمور يعني العالم كله ما مر بها إحنا بالعراق، وأتمنى أنه تكونوا يعني مستمرين بهذه النشاطات. وشكرا. طبعا اخوان شكر الاتحاد على هذه الاضافه. انا عندي ملاحظات فنيه خصوص الاخراج وهذا ما تخصني انا، بس انا كمدير تصوير او كمساعد كمصور اباوع. المشاهد يجي باوع ما يعرف خلفيات انت شو تعاني وما تعاني، يريد صوره. الصوره اناره، اذا لم توجد اناره لا توجد صوره. الافلام اللي شفناها اربعه تفتقر الى تصميم الاضاءه. اول نقطه اقول لك يعني تصميم الاضاءه نهائيا ما موجود. النقطه الثانيه يا اخي طلعت لي مشهد ربع ساعه ممنوع الدخول، ليش 5 دقائق بالباك جراوند ممنوع الدخول، يعني عرفت تسحب الكاميرا وتطلع هاي تلقي هاي العباره مال الامام لما يحاوره، وبالعمق طلعت لي ممنوع الدخول. طبعا يعني هذا خطا فني كاظم يعني تماما. هاي وحده طلعت لي على الشاط ما يخالف. انا الى مستقبلا النقد مو تهديم، لا النقد بناء انا اريد اوجهها على مود مستقبلا. طلعت لي الامام على الشاط على عيني وراسي بالاوفا بالبروفيل، واذا تشوف العلم دا يرفرف صح؟ تطلع لي باللقطه العامه الفيس تو فيس العلم. راكور هذا حبيبي، راكور هذا مشهد راكور ما شغله اني الهواء يلعب. ادم طلعت لي اياه طلع يمشي النهار الليل كله غير ويجي الفجر صح؟ قطعه بدون سابق زمن. طلع لي ثاني يوم صاعد فوق وبالليل عتمه، انت قبل شوي طلع لي فجر داخل البيت. قطعه ثانيه طلع لي عتمه والليل. هاي اخطاء فنيه، يعني انا ما قصدي التشريح بقدر ما انه اريد مستقبلا انه تلاحظوها المصور. ويا اخي الرونق اكبر عيب بالقطع. طلعت امام الامام يدعى هو يسار الكادر، تقطع عليك جزء طايم من الكادر، ما يصير. هذا الرونق ابجديات التصوير، يعني ابجديات المصور والمخرج. الرونق فظيع. انا مو قصدي جاي اجرح، بس انا هذا واجبي انه كمراقب. انا كمراقب واخوكم ابوكم كمراقب اريدكم مستقبلا. ما يجي واحد مره ينتقدك احسن ما انا اجي اصحح لك. فيا اخوان الاضاءه ضروري تبطل الاضاءه. يا اخي ليش باك فوكس؟ لقطه عامه ابو هاملت والفنان باك فوكس. ليش اللقطه باك فوكس؟ المصور ما يعرف يصلح فوكس؟ ما شايف انت 84 يقعدون؟ طلعت لنا انت فوكس. اذا طلعت بالمرايا الممثل ذي عنده الفوكس مقصوده،
انه هو شهاد، لكن 4 يتحاورون كلهم باك فوكس. طلع اللقطه العامه الاناره تختلف عن لقطه الكلوز. لا يعني هاي ما كانوا يدزون لنا بس رواتب وزاره الماليه 14 ورا ال 14 بس يدزون لنا بس رواتب. يعني الشبكه استاذ جمال تدرون قبل وليش كنا نسوي ميزانيه وندزها لهم مجلس النواب وها بتجي طلعنا احنا قاموا ما يدزون الميزانيه تحولت للرواتب تحولت للمخصصات قام ما الغلطه الكبيره اللي سووها كنا سنوي انا اسوي ويا ابو فاطمه يوقع بس اي رصيد للمسلسلات ما اقول لك القضيه كلش انت اسوي من الشهر السادس قضيه كلش يعني حقيقيه. فلوس الدراما تحولت رواتب. هذا اي يعني الشبكه كم عددها هسه؟ 5000. ايش قد يحتاج لها فعلي؟ الطاقه الفعليه لتشغيلها 200 واحد يعني 14. الفرصه اثارت هذا الموضوع. اشكر صديقنا استاذ فارس على هذه الاستفاضه بموضوع الدراما، واني على مود ما اشد تفاصيل الدراما بشكل عام. الظاهره شخصت ليست هذه المرحله وانما قبل سنوات ايضا، هي الاستعانه بالمخرجين والكوادر الفنيه بصناعه الدراما العراقيه. شخصت والان اصبحت ظاهره مستفحله، وليس هناك من جهه رسميه ممكن سواء حكوميه او في الدوله بتفاصيلها، سواء وزاره الثقافه او هيئه اعلام الاتصالات او شبكه الاعلام العراقي واي جهه اخرى ان تحد من هذا الموضوع. بعد هذا التشخيص المطلوب من عندنا شنو؟ الان خلينا ندخل بالجانب التطبيقي الاجرائي. الظاهره شخصت وانعرفت والان قاعد تزيد ما تقل، والمستقبل ربما اسوء. وصلت الى الاستعانه بالمخرج تركي، ليس سوري ولا مصري ولا لبناني، الان صار مخرج تركي يصنع دراما عراقيه بمئات الحلقات الى 250 حلقه. الجهه المسؤوله عن هذا الموضوع انا حقيقه بشكل متواضع اثرتها نقديا اكثر من مره، مو الان. حتى من كنت اني بشبكه الاعلام العراقي موقع مسؤول ومخرج ايضا. الشبكه اللي نتامل منها شيء الكثير كانت هي اول المبادرين للاستعانه بالمخرجين السوريين. وكو موسم درامي انا كنت يعني متابع فيه، موسم درامي 5 مسلسلات كلها مخرجين سوريين. كان القصد من عندها شنو؟ انه تحت وهم اسمه تسويق العمل الدرامي العراقي. فليس هناك من مسوق الا ان نجيب مخرج سوري، وجابوا المخرجين السوريين اللي هم اصلا مو مخرجين دراما بالمعنى الحقيقي، والنتيجه كانت عباره عن بضاعه فاسده وكاسده موجوده بالارشيف مال التلفزيون لحد هاي اللحظه. فقصدي يعني توقفت عند هاي الظاهره حتى من كنت انا داخل الشبكه، وتوقفت الموسم العام الماضي اكثر من 4 إلى 5 مسلسلات او مخرجين عرب بانتاج الدراما العراقيه. وسالت السؤال المهم اللي اقصد الان البحث عن اجابته، من المسؤول عن هذه الظاهره؟ صح، اكو بنيه خراب ثقافي عامه متغلغله بالمجتمع وبالدوله. هاي بنيه الخراب الثقافي تنتج هاي الظاهره، هاي الظاهره انتجت الان واستفحلت وصارت مشخصه عند الجميع، وخاصه من كبار الشخصيات اللي تعنى بالاعلام. اللجنه ناخذ الكبار فقط، يصير هاي اللجنه هي لجنه تنفيذيه توجيهيه اعلاميه تتبنى اولا المشكله وحلها. احنا ندري اكو حل، نعرف وين نحل، لكن تكون لجنه من كافه الرموز الفنيه بالوسط الفني راح تكون اكثر ضاغطه من ترفض من وزير الثقافه اللي يفتر بالمؤتمرات الفاشله. وحضرت واحد من المؤتمر فاشل بالعرض وفاشل بالطرح اصلا. من تصير لجنه متكونه من الرموز وتروح ويرفض راح يكون عليه موجه قويه. بالضبط. من يروح لجنه الى البرلمان وتطلب لقاء وتطلب حل لهذه الوضعيه وترفض راح يكون ضغط اكبر. لكن من يروح شخص واحد ما راح يكون نفس الضغط من يروح لجنه كامله.
اللي مطلوب من حضراتكم تحطون اسماء للجنه، اسماء كبيره لها تاثير وثقل فني، ويتم دعوتها وتنطرح الفكره. لا تعتقد اكو فنان عراقي اصيل يرفض ان ينتمي لهاي اللجنه حتى يلقى حل، لان الكل مستاء من الوضع. لا يروح شخص واحد لان ما راح يكون جهه ضاغطه، ولا يروحون 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، لجنه عملاقه من الرموز اللي فعلا الها ثقل بالمجتمع العراقي. بهاي الحاله من تروح اللجنه لاي مكان غصبا على المسؤول كائن من يكون يستقبلها، وكائن من يكون يسمع آرائها، حتى لو نفذ 1% من الطرح احنا منتصرين. حضوري انا موجود. مشكله بين المخرج والمنتج. اجى واحد من الامناء والمسؤول موجود بالدراما، فصار الحكي زين. قالوا خو انتم اخذتوا 5 ساده قبل لا اول اذا اقول لك هذا اللي كان بالامناء عنده راتبين ويحمل شهاده الدكتوراه زين، وما اريد اقول لك يعني يريد يجيبون نجم بالعراق، اول واحد يقابل المالكي، اول واحد يقابل فلان، اول واحد يقابل عادل عبد البر. صار واضح الناس عرفت. هاجس الهجانه بدت من سوريا، من صارت الطائفيه راحت العالم السوري، بدأوا يدخلون المخرج العربي على الاعمال العراقيه، يعني سواء بالقنوات حتى القناه العراقيه نفس الشيء. عززتها بال 2014 جابوا 5 مخرجين، 5 مخرجين زين بأمر من الشبور اللي هو خلى فلوس الدراما العراقيه تروح للرواتب. يعني انت موظف العراقيه 200% 350، يعني اذا مليون ياخذ 3 ملايين، اذا مليون ياخذ 350%. خلصت من هاي. كل القنوات هسه اللي جاي تشتغل كلها بها رؤوس تعطي دراما مقابل كوميسيون. يعني هسه انت تشوف مثلا اكو عمل زين هو واجهه، جايبين واحده من النجمات زين خليها واجهه والباقي هم ياخذوا. هذا تقليل من شأن الفنان. مشهد نقيب الفنانين قبل 5 ايام يم رئيس الوزراء راح ورجع ما اهتمنا من عنده شيء، ولا صرح ولا قال ولا حكى ولا اي شيء زين، رغم انه استاذ صباح حاكي وياه. انا يوميا الزق النقابه شو اسمه زين وماكو نتيجه، ماكو نتيجه. بالوقت الحاضر اكو هناك احتلال للشخصيه العراقيه. حيره مثلا يعني نعرف المصريين كانوا ياخذون الافلام ويسووها بس يجيبون البيئه مالتهم ويذبوها على الفيلم ونجحت. العراقيين ايام العصيبه عندنا غوركي جاب عابد كاظم وغيره من الاعمال اللي ونجحت عندنا وتسوقت الايام العصيبه، شفتها بالكويت قبل العراق انا. زين هسه الاحتلال الثقافي، يعني دول مثل الامارات، قطر، السعوديه، مثل اي دوله ثانيه تحتلك قنوات. ليش هاي عندها فلوس، احنا هم عندنا فلوس. يعني احنا مو سوريا مو احسن من عندنا. سوريا تنتج 22 عمل بمساندة الدولة. زين؟ احنا عندنا قنوات مؤدلة. وين المشكلة؟ المشكلة هيئة الإعلام والاتصالات. بالضبط. هيئة الإعلام والاتصالات. أنا عندي 70 قناة. لو أفرض على كل قناة أنا آخذ مثلا 500 مليون أو 600 مليون الأجور القمر.
لو اشيل من عندهم 50 مليون، صح؟ 50 مليون يعني على الدوله 50 مليون، اذا تجمع لك 20 قناه يلا تصير $1,000,000 واحد. بس افرض عليها انه تعرض بالقناه مالتها عمل عراقي يوم، طبعا هاي راح تعرض هاي القناه وذيك القناه وذيك القناه وهاي القناه، كل القنوات تعرض. زين؟ راح تمل العالم، فراح شو يصير هنا؟ هذا يقدر المنتج هنا يعني يتحرك راس المال، التاجر يتحرك يروح يشتغل ويبيع على هذا القنوات. هنا يصير عندنا شو اسمه، انا ما جاي اقول هذا سوق داخلي، احنا ما نفكر بالسوق الخارجي بالوقت الحاضر. زين؟ او تشترك، انا اسوي جلسه للقنوات، هيئه الاتصالات حضوري انا موجود. مشكله بين المخرج والمنتج. اجى واحد من الامناء والمسؤول موجود بالدراما، فصار الحكي. زين؟ قال لهم خو انتم اخذتوا 5 استاذ قبل لا او اول اذا اقول لك هذا اللي كان بالامناء عنده راتبين ويحمل شهاده الدكتوراه. زين؟ وما ارد اقول لك يعني يريد يجيبون نجم بالعراق، اول واحد يقابل المالكي، اول واحد يقابل فلان، اول واحد يقابل عادل عبد البر. صار واضح، الناس عرفت. الهجانه بدت من سوريا، من صارت الطائفيه راحت العالم السوري، بدأوا يدخلون المخرج العربي على الاعمال العراقيه، يعني سواء بالقنوات حتى القناه العراقيه نفس الشيء. عززتها بال 2014 جابوا 5 مخرجين. 5 مخرجين. زين؟ بأمر من الشبور اللي هو خلى فلوس الدراما العراقيه تروح للرواتب، يعني انت موظف العراقيه 200% 350، يعني اذا مليون ياخذ 3 ملايين، اذا مليون ياخذ 350%. خلصت من هاي. كل القنوات هسه اللي جاي تشتغل كلها بها رؤوس تعطي دراما مقابل كوميسيون. يعني هسه انت تشوف مثلا اكو عمل زين هو واجهه، جايبين واحده من النجمات زين خليها واجهه والباقي هم ياخذوا. هذا تقليل من شأن الفنان. مشهد نقيب الفنانين قبل 5 أيام يم رئيس الوزراء راح ورجع ما اهتمنا من عنده شيء، ولا صرح ولا قال ولا حكى ولا اي شيء. زين؟ رغم انه استاذ صباح حاكي وياه، انا يوميا الزق النقابه شو اسمه. زين؟ وماكو نتيجه. ماكو نتيجه. بالوقت الحاضر اكو هناك احتلال للشخصيه العراقيه. حيره مثلا يعني نعرف المصريين كانوا ياخذون الافلام ويسووها، بس يجيبون البيئه مالتهم ويذبوها على الفيلم ونجحت. العراقيين ايام العصيبه عندنا غوركي جاب عابد كاظم وغيره من الاعمال اللي ونجحت عندنا وتسوقت الايام العصيبه، شفتها بالكويت قبل العراق انا. زين؟ هسه الاحتلال الثقافي، يعني دول مثل الامارات، مثل قطر، السعوديه، مثل اي دوله ثانيه تحتلك قنوات. ليش هاي؟ هاي عندها فلوس، احنا هم عندنا فلوس. يعني احنا سوريا مو احسن من عندنا. سوريا تنتج 22 عمل بمساندة الدولة. زين؟ احنا عندنا قنوات مؤدلة. وين المشكلة؟ المشكلة هيئة الإعلام والاتصالات. بالضبط. هيئة الإعلام والاتصالات. أنا عندي 70 قناة. لو أفرض على كل قناة أنا آخذ مثلا 500 مليون أو 600 مليون،
الاجور القمر، لو اشيل من عندهم 50 مليون، صعبة على 50 مليون يعني على الدولة 50 مليون، اذا تجمع لك 20 قناة يصير $1,000,000 واحد. بس افرض عليها انه تعرض بالقناة مالتها عمل عراقي يوم، طبعا هاي راح تعرض هاي القناة وديش القناة وديش القناة وهاي القناة، كل القنوات تعرض. زين؟ راح تمل العالم، فراح شو يصير هنا؟ هذا يقدر المنتج هنا يعني يتحرك رأس المال، التاجر يتحرك يروح يشتغل ويبيع على هذا القنوات. هنا يصير عندنا شو اسمه، انا ما جاي هذا سوق داخلي، احنا ما نفكر بالسوق الخارجي بالوقت الحاضر. زين؟ او تشترك، انا اسوي جلسه للقنوات هيئه الاتصالات. الفرصه اثارت هذا الموضوع، واشكر صديقنا استاذ فارس على هذه الاستفاضه بموضوع الدراما، واني على مود ما اشد تفاصيل الدراما بشكل عام. الظاهره شخصت ليست هذه المرحله وانما قبل سنوات ايضا، هي الاستعانه بالمخرجين والكوادر الفنيه بصناعه الدراما العراقيه. شخصت والان اصبحت ظاهره مستفحله، وليس هناك من جهه رسميه ممكن سواء حكوميه او في الدوله بتفاصيلها، سواء وزاره الثقافه او هيئه الاعلام والاتصالات او شبكه الاعلام العراقي واي جهه اخرى ان تحد من هذا الموضوع. بعد هذا التشخيص المطلوب من عندنا شنو؟ الان خلينا ندخل بالجانب التطبيقي الاجرائي. الظاهره شخصت وانعرفت، والان قاعد تزيد ما تقل، والمستقبل ربما اسوء. وصلت الى الاستعانه بالمخرج تركي، ليس سوري ولا مصري ولا لبناني، الان صار مخرج تركي يصنع دراما عراقيه بمئات الحلقات الى 250 حلقه. الجهه المسؤوله عن هذا الموضوع انا حقيقه بشكل متواضع اثرتها نقديا اكثر من مره، مو الان. حتى من كنت اني بشبكه الاعلام العراقي موقع مسؤول ومخرج ايضا، الشبكه اللي نتامل منها شيء الكثير كانت هي اول المبادرين للاستعانه بالمخرجين السوريين. وكو موسم درامي انا كنت يعني متابع به، موسم درامي 5 مسلسلات كلها مخرجين سوريين. كان القصد من عندها شنو؟ انه تحت وهم اسمه تسويق العمل الدرامي العراقي، فليس هناك من مسوق الا ان نجيب مخرج سوري، وجابوا المخرجين السوريين اللي هم اصلا مو مخرجين دراما بالمعنى الحقيقي، والنتيجه كانت عباره عن بضاعه فاسده وكاسده موجوده بالارشيف مال التلفزيون لحد هاي اللحظه. فقصدي يعني توقفت عند هاي الظاهره حتى من كنت انا داخل الشبكه، وتوقفت الموسم العام الماضي اكثر من 4 إلى 5 مسلسلات او مخرجين عرب بانتاج الدراما العراقيه. وسالت السؤال المهم اللي اقصد الان البحث عن اجابته، من المسؤول عن هذه الظاهره؟ صح، اكو بنيه خراب ثقافي عامه متغلغله بالمجتمع وبالدوله. هاي بنيه الخراب الثقافي تنتج هاي الظاهره، هاي الظاهره انتجت الان واستفحلت وصارت مشخصه عند الجميع، وخاصه من مسرح. طبعا احترامي لكل اخوتي الحجاج ما شاء الله عليهم، مؤلف ومدراء تصوير، فهم يعني هاي ملاحظاتهم كل الصحه. يعرف بها استاذ صباح، يعرف بها يعني هذول المهنه القديمه في التلفزيون العراقي وحتى في السينما اشتغلوا، ولذلك هم ملاحظاتهم. اهنيك ابني واتمنى لك انه تتطور في هذه الملاحظات، وبالتاكيد الحياه هي ليست قصيره والحياه مستمره، والحياه لكم تاخذون الرايه بثقه وبثقافه، وهذا اهم شيء. اقروا، اوصلوا اللي وصل استاذ صباح، علما انتم ماشيين بالثقافه الدينيه، فطلعوا الثقافه الدينيه. انا كنت اتصور العتبه نعطيكم كم فلس حتى تنتجون هاي الافلام، كنت اتصور هيك، والدليل مو قالوا لا، الدليل مضيق،
دليل انه تاثير الاشياء الدينيه علينا كفكر، واحنا ضمنيا كنا مجتمعنا اسلامي مع احترامي للديانات الاخرى الموجوده في مجتمعنا العظيم هذا، لكن غادروا الثقافه الدينيه في مجتمعنا كثير من القصص والمواضيع، من الارامل والايتام و كثير، وشفنا الرجل المقطوع ايده، وهذا الرجل لو يعني انا شفت حتى استاذ صباح في كثير من المفردات في الاربع افلام اخذ المرايا التي هي الوجه الاخر لكل عراقي، وهي ليست فقط هذه الشخصيه، كل عراقي عنده وجهه نظر اخرى في النقل، في الحياه، في كل شيء. احيانا نحاول نمزق هدومنا مو بس المرايه. في هذا الصراع الكبير في هذا المجتمع، يعني عندنا كثير من المآسي والهموم، لكن خلينا نركز على ما موجود في المجتمع من مآسي. احنا مجتمعنا مو فقط يرجعني الى ضميري صوت من الامام الفلاني او الفلاني، انا ياثر عليك، صوتي ياثر عليك، ممكن صوت اي واحد من المتخصصين ياثر عليك في اللقطه. شوف انا دا احكي ضمن التخصص، لذلك احنا اتمنى، وهو تعبان وتعبان وخسران من جيبك تقول $400 خسرت، وانت منين لك تجيب $400؟ وانا اهنيك لانه مع هذه الفنون طلع هيك طاقه، واخوانك الاخرين تسلم لي عليهم، واحنا حاضرين لان نقدم المشوره والعمل مجانا تطوعا، مثل ما صرفت انت 400 يعني يجوز اصرف اضعافك في ان نقدم شيء جميل للتاريخ، مو بس لكم، هذا تاريخ احنا نقدمه، وان شاء الله اهنيك ابني مره ثانيه، واهني كل ولدنا اللي يشتغلوا هذه الاعمال، لكن خلي يقرون، وانا متاكد عندكم خيالات جميله راح تقدموها بالمستقبل، وان شاء الله سينمتنا مستمره وناجحه، واكو هوايه اعمال هسه موجوده فعلا بالمهرجانات لا تستحق ان تكون ضمن مهرجان، لكن هاي العراق في اشياء كثيره. شكرا لكم، شكرا. حجم المشكله جعل الحكي يترهل. خليكم ويانا استاذ بشار، خليكم ويانا في دول عينك لان يهمني كلش ان تستمع. لا هو خلي يكون الكلام مشترك. دور الاعلام اللي يتحدث عنه الدكتور، من البديهيات في الاعلام انه نرصد الحاله ونغطيها. دكتور علي صوتك اعلى من السماعه، دكتور علي في دول عينك. نرصد الاحداث نغطيها. هذه الشعارات السريعه، نقف على مسافه واحده من الجميع، لا ننحاز الا الى الحق. ايش وقت يتحول الاعلام الى وسيله ضاغطه عندما ينهار الحوار؟ فيبدو لي انه الحوار مو منهار، الحوار مقطوع في العراق. اكو منظومه سياسيه بمعزل عما يجري. 4 سنين هاي كلكم تعرفونها، ما راح اضيف فيه جديد. اما هذا نقوله وهذا الحكي هسه اللي نلوكه كاننا نحول نفسنا الى مهرجين امامهم. وسائلهم واحد من الاساتذه استوى قال حكايه حلوه، اعتقد استاذ حافظ قال ناس اغبياء لا يجيدون سوى الحفاظ على مصالحهم، اذكياء في الفساد، اذكياء في السرقه. فهنا يتحيد الجميع، لا الاعلام ولا غيره، بس الاعلام ممكن يصير وسيله ضاغطه لو اكو هناك حوار. يعني جرب توصل الباب البرلمان وما يستقبلون لا مظفر سلمان ولا مؤيد اللامي ولا جبار جودي، عندما تروح الرؤوس ولا يحسن استقبالها، هنا يتحول الاعلام الى وسيله ضاغطه. فخلت تكون اكو حركه فشلت لكي نتعاطى معها. احنا هسه هذا تماما هذا الحكي ينشر.